بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه الخير، واتمنى يا رب تكونوا باحسن حال وباحسن صحه وباحسن خير يا رب العالمين، اللهم امين. اتمنى طبعا يسعدني ويشرفني اذا كنت اول مره تتفرجوا عليا في القناه، يسعدني ويشرفني انكم تشتركوا معايا في القناه، وبوجودكم معايا انا بكبر، وجزاكم الله كل خير. تحياتي لاصدقائي واحبابي الاخوه المشتركين معايا في القناه، لهم مني كل الحب والتقدير، واتمنى لكم الخير يا رب، اللهم امين. النهارده يا احباب الحلقه بعنوان ازاي اقضي على درجات الحراره في الجو اللي احنا فيه، الجو الصعب ده. النهارده ان شاء الله رب العالمين درجات الحراره عامله 43، والجو زي ما انتم شايفين درجات الحراره عاليه جدا، ودي بتبقى خطر على الفراخ في الاعمار السنيه الكبيره. ففي شويه يعني حاجات كده ان شاء الله رب العالمين هقولها لكم، انا بعملها بكل ايجاز وبكل اختصار. انا طبعا اتعودت ان انا ما اطولش عليكم واقول المفيد، واتمنى لكم الهنا والسعاده يا رب العالمين للجميع ان شاء الله يا احباب. في الاعمار الكبيره ديت درجات الحراره لما بتعلى بتبهدل الطيور، واذا ما كنتش انت تتغلب عليها انت ممكن يحصل عندك نافق، وممكن يعمل عندك مشاكل لا قدر الله. طيب احنا باختصار شديد احنا بنعمل ايه في الايام ديت؟ طبعا انا بعد الفجر على طول يا احباب بحط سيفامول بشري، بحط سيفامول بشري، بحط قرص فوار سيفامول على اللتر. انا تقلت الجرعه شويه، قرص سيفامول فوار على اللتر بحطه من بعد الفجر، وبحط لهم الميه لغايه الساعه حوالي 2 او 3، يعني ممكن تقعد لغايه 12 ساعه. يعني ممكن احطها من الساعه 4 الفجر لغايه الساعه 4 بعد العصر، وبعد العصر ببدا احط اي رافع مناعه عندي، اي رافع مناعه عندي. بس انا اللي انا بحب استعمله، انا بحط اوميولنت شراب، اوميولنت شراب بحط 5 سم من السرنجه على اللتر ميه، اوميولنت شراب. والله يا احباب ما شاء الله تبارك الله انت بتشوف معدل تحويل ما حصل، واخدين بال حضراتكم؟ زائد انا بعمل حاجه جديده بقى لاول مره اعزائي المشاهدين تسمعوها، دي انا بعملها وجباره جباره 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 في خفض درجات الحراره. طبعا انتم ممكن تستعجبوا هي ايه، ولكن انا هقولها لكم ان شاء الله رب العالمين على طول، ومبحبش اطول في القناه. عارفين البطيخ يا جماعه؟ احنا بموسم البطيخ، احنا في موسم البطيخ. انا بجيب بطيخ، واخدين بال حضراتكم، وبقطعه واقوم جاي حاطه في الخلاط، بحطه في الخلاط واقوم جاي ضربه كويس جدا ضرب مبرح وبعد كده بقى اصفيه. وبعد ما بقى اصفيه يا احباب انا بحط كميه وافره على الميه، يعني اللتر الميه احط عليه كوبايتين عصير بطيخ، اللتر الميه احط عليه كوبايتين عصير بطيخ، مش مشكله، ما بس ما يبقاش لدرجه التقوله، ما يبقاش تقيل، واخدين بال حضراتكم؟ وببدا احطها على الميه بردك لمده بردك حوالي 12 ساعه. يعني انت اختار ما بين السيفامول وحط البطيخ، بس السيفامول طبعا يعني كمنه فيه فيتامين سي وفيه رافع مناعه وفاتح شهيه، ده ممتاز. بس البطيخ انا بحب احطه بالليل، انا بحب احطه مثلا من بعد الساعه 9 بالليل. العصير ده ممتاز 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 ممتاز، والله يا احباب هتدعوا لي والله. عصير البطيخ، عصير البطيخ، واخدين بال حضراتكم؟ مع الحفاظ على درجات الحراره، يعني درجات الحراره حالا بره بتعمل لها حوالي 42 43، انا بفضل الله بفضل الله عندي جوه في قلب المكان 26 بس الرطوبه عاليه، هي اللي بتخلي الفرخ يبدا يلحلح ويفتح بقه كده، واخدين بال حضراتكم؟ فانا دايما على طول دايما احافظ على درجات الحراره جوه في قلب المكان. خدوا بالكم الشفاط زي ما انتم سامعين كده حضراتكم شغال على طول، لازم يا احباب تاخدوا بالكم من درجات الحراره في المكان، لان لو درجات الحراره علت معاك في المكان هيحصل نافق لا قدر الله. زائد زي ما عودتكم وبقول لكم انا على طول بقى عندي بخاخه بحط فيها، هي بتاخد 2 لتر، البخاخه ديت بحط فيها حوالي 4 نقط زيت نعناع، وبحط عليها 4 نقط ولا 5 نقط بيتادين بشري، وبرش على الفراخ في وقت الظهيره، واخدين بال حضراتكم؟ كل دي عوامل بتساعد على تخفيض درجات الحراره. ومن بعد الساعه 11 الصبح لازم اشيل العلف، لازم اشيل العلف. يعني علف قدامه اهو يا احباب، انا هبدا اشيله ان شاء الله رب العالمين الساعه دلوقتي
تقريبا الساعه 10 10 ونص هبدا اشيل العلب، بشيله لغايه الساعه 6 بعد العصر. واخدين بال حضراتكم؟ ده برنامج تجويع انا عامله، وحضراتكم اكيد انتم تابعتوا قنوات حلقات قبل كده سابقه عن مرحله التجويع اللي انا بحاول دايما على طول انفذها على طول في كل الدورات سواء صيف او شتاء. واخدين بال حضراتكم؟ بس طبعا برنامج التجويع في الشتاء غير برنامج التجويع في الصيف، لان برنامج التجويع في الشتاء بيبقى الجو كويس والجو رطب ودرجات الحراره بتبقى متزنه وحلوه، يعني بجوع مثلا من حوالي مثلا ساعتين ل4 ساعات اقصى حاجه في نهار الشتاء. انما احنا دلوقتي في الصيف انتوا شايفين درجات الحراره النار، يا رب اجرنا من النار، يا رب اللهم اجرنا من النار، الجو وحش بصراحه. وعشان كده يا احباب انا دايما على طول برطب الجو وبدلهم فيتامين سي دايما على طول برضك في الميه. يعني انا بحط احيانا الفيتامين سي مع رافع مناعه، فيتامين سي مع رافع مناعه، واخدين بال حضراتكم؟ بحطه دايما على طول في قلب الميه. زائد خدوا بالكم يا احباب روافع المناعه كتيره، زائد ان انا بحب احط في قلب العلب بتاعهم بحط توم بودره وبصل بودره وحبه البركه وبحط الكركم. دي فوائدها يعني ما شاء الله تبارك الله. انتوا واخدين بال حضراتكم؟ بيخلي معده الطائر تشتغل ويخلي الطائر نفسه مفتوحه دايما على طول للشهيه، وبتلاقي معدل تحويل طيب. مع عامل النظافه، انت حضرتك اول ما بتقوم الصبح ما تتاخرش على طيورك، اطلع فوق على طول نظف لهم، خلي الجو مكيف جميل. انت لما بتنظف لهم هم بيحسوا بالنظافه، بيحسوا بالنظافه والله. بتلاقي الفرخ قاعد ما شاء الله قاعد يفرفر في ريش ومبسوط وتمام التمام وفل الفل. انت بس اهتم بفراخك وان شاء الله رب العالمين ربنا هيكرمك. موضوع بقى الاوزان دي رزق من عند ربنا، صدقني انت بتجتهد وبتتعب صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك، والله هيعطيك. وموضوع بقى سعر الفراخ دي بقى حبه فوق وحبه تحت، دي حبه تكسب وحبه يعني ربنا يجيبها على القد وحبه تخسر، ده وارد كله، ده وارد كله يا احباب. فاعمل وتوكل على الله، انت واخد بالك، واجتهد واعمل اللي انا بقول لك عليه، ربنا هيوفقك ويصلح الحال. ما تنسوش يا احباب الاشتراك في القناه، بتسعدوني والله المشتركين الجدد، جزاكم الله كل خير، نورتوا القناه واسعدتوني، وربنا يا رب يفرحكم ويرزقكم الخير كله اللهم امين. وما تنسوش يا احباب زي ما قلت لكم البطيخ والله يا احباب، جيب البطيخ واضربه في الخلاط، قطعه او اضربه في الخلاط وصفيه، وابدا حط معدل كوبايتين على اللتر وصفي كويس وحط لهم. ويا ريت طبعا يكون ساقع، يكون يعني طبعا درجه السقاعه بتاعه ما تبقاش عاليه من الثلاجه، لا يبقى ساقع معقول فتر حلو. واخدين بال حضراتكم؟ انت هتحس على طول في وش الطائر ان هو كانه خد ما شاء الله جرعه من النشاط، وكانك انت اديته دش ميه ساقعه، حاجه عظمه بسم الله تبارك الله. والله يا جماعه البطيخ ده يعني مجربه وحاجه بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك لكم ويبارك لنا يا رب اللهم امين. واتمنى يا رب التوفيق للخير للكل. يعني والله يا جماعه الوقت الطيب اللي بقضيه معاكم والمعلومات الجميله ديت، انا زي ما بعمل انا بقول لكم والله دعواتكم ليا. ما تنسوش يا احباب الصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما في قلب الكومنتات، والتعليقات الجميله بتاعكم اللي بتسعدني وبتشرفني، واللايكات الجميله بتاعكم، وبسعد والله بالوقت اللي بقضيه معاكم. جزاكم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق والهنا والسعاده يا رب، وتوكلوا على الله. ربنا كبير بيرزق كل واحد بتعبه وجهده. انت طول ما انت بتتعب وبتجتهد ربنا هيوفقك وهيصلح حالك. نرجع نقول باختصار شديد سيفامول بشري قرص على اللتر، سيفامول بشري قرص على اللتر. والبطيخ بتعمل منه عصير وكوبايتين بطيخ على الميه وتحطها لهم في وقت الذروه، الجو بيبقى حر بالنسبه لهم، بيشربهم هم بقول لك بيحسوا ان هم خدوا دش ميه ساقعه. بتمنى للجميع التوفيق ودعواتكم لينا كده يا جماعه بظهر الغيب. كان معاكم من قناه الخير ابو عبد الهادي، والى حلقات قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.